فتحت عينيها ببطء وقفلتهم تاني لما صدمتها الإضاءة القوية. رجعت تفتحهم تاني عشان تشوف وشه المبتسم بيكلمها بحنان. الحمد لله على السلامة يا رؤى. حاولت تقوم تقعد على السرير فقال لها بلهفة زي ما انتي عاملة عملية في القلب يا ماما. اتكلمت رؤى بصوت ضعيف. هي العملية نجحت؟ لا فشلت وانا بتكلم مع عفريتك. ابتسمت ابتسامة شاحبة وحست بالخمول بيرجع لها من جديد. بدأت تقفل عينيها مستسلمة للنوم من جديد وهي سمع صوته جايلها من بعيد. ارتاحي يا حبيبتي. بعد ما عدى 3 شهور على العملية صحيت رؤى في يوم على صوت أذان الفجر. بصت للي نايم جنبها وابتسمت بحنان وهي شايفة ملامحه الهادية زي الطفل الصغير. راحت للحمام اتوضت ورجعت للأوضة قعدت جنبه على السرير عشان تصحيه. جاسر يا جاسر، اصحى يا جاسر الفجر بيأذن. يا جاسر. فتح عينه بصعوبة وقال وهو نايم حاضر يا ماما رؤى. ابتسمت بحنان فرد عليها بابتسامة وقال لها بقلق انتي كويسة؟ زمت شفايفها بضيق من سؤاله المتكرر. والله العظيم يا جاسر كويسة، بقالك شهر من ساعة ما خرجت من المستشفى وانت بتسألني السؤال ده في اليوم يجي 20 مرة. قعد على السرير وهو بيعاتبها بحنان. يعني انا غلطان ان انا خايف عليك يا رؤى؟ هو انتي عاملة عملية اللوز يا ماما؟ دي جراحة في القلب. على العموم يا ستي ما تزعليش نفسك قوي كده، مش هسألك تاني. وكان هيقوم لقاها مسكت ايده وقالت بندم انا اسفة يا جاسر، بس انا والله كويسة، انا بس مش عايزاك تقلق عليا عشان خاطري ما تزعلش. هز راسه بابتسامة صغيرة. مش زعلان خلاص، هروح اتوضى عشان نصلي. بعد ما اتحرك خطوتين بصلها باهتمام وقال صحيح يا رؤى، عايز اسألك سؤال مهم. رؤى باهتمام اسأل يا حبيبي، قال وهو بيضحك. انتي كويسة؟ صرخت فيه بغيظ وحدفته بالمخدة وضحك وهو بيتفادى المخدة وراح بسرعة على الحمام. وبعد ما صلوا رؤى قالت له بابتسامة تقبل الله. باس راسها وهو بيقول لها منا ومنكم يا رؤتي. مدت ايديها ليه بالسبحة الصغيرة فابتسم ابتسامة دافية واخد منها السبحة وحطها على جنب ومسك كف ايديها وقال لها بحنان سمعت قبل كده ان اللي بيسبح على كف ايده وكف ايده بينور يوم القيامة. ابتسمت له وهزت راسها فكمل وهو بيفرد كف ايديها سبحان الله سبحان الله سبحان الله وكمل تسبيحه على ايديها وهي بصاله بابتسامة دافية خجولة. تهاني توتة يا تهاني اصحي يا حبيبتي. فتحت عينيها بضيق وقعدت على السرير وهي بتقول عايز ايه يا عاصم؟ الفجر يا ماما اذن، قومي يلا عشان نصلي. عاصم كنت هصليه صبح، كنت سبتني نايمة. لبس ساعته وقال وهو خارج من الأوضة بسرعة انا هروح اصلي الفجر في الجامع وبعد كده هطلع على الشغل، ما تنسيش تبقي تعدي على ماما. هزت راسها وهو خرج من الأوضة ورجعت هي تنام تاني وقالت براحة لما اقوم بقى هبقى اصلي الضحى. خرج عاصم من شقته ولقى عمرو قدامه. صباح الخير، ايه يا ابني لسه جاي دلوقتي؟ هز عمرو راسه بابتسامة. اعمل ايه بقى؟ من ساعة ما البت ايمان اتجوزت والبيت بقى كئيب وممل فبقيت بشتغل طول الليل وبرجع انام طول النهار. عن اذنك بقى عشان هلكان وهموت وانام. مسك عاصم عمرو من هدومه وقال بضيق يعني انت شغال بقالك 90 ساعة وجاي على 10 دقايق بتوع ركعتين الفجر وهتموت وتنام قدامي يا حيوان على الجامع. ابتسم عمرو وهز راسه وهو بيحاول يفتح عينه وقال بضيق كان يوم اسود يوم ما قررت تسكن معانا في العمارة. بتقول حاجة يا عمرو؟ حبيب قلبي ده انا بدعيلك. فخبطوا عاصم في دراعه انت مش ناوي تتلم وتتجوز بقى؟ اتنهد بحزن وهو بيحاول يرسم على وشه ابتسامة صغيرة. ما اعتقدش. بصله عاصم بشك وقال انت لسه بتفكر فيها يا عمرو؟ هز عمرو راسه بالنفي وقال بانفعال ايه يا عم اللي انت بتقوله ده؟ لا طبعا دي اختك وكمان ست متجوزة، يعني مستحيل افكر فيها باي شكل من الاشكال. طبطب عاصم على كتفه. انا واثق فيك يا عمرو بس انت برضو لازم تتجوز، لازم يبقى ليك عيلة، مش هينفع تعيش كده على طول. قال عمرو وهم في طريقهم للجامع. ان شاء الله. جاسر حبيبي وحشني من زمان، قالتها رؤى بمرح وهي واقفة قدام جاسر بتربط له الجرافطة. ضحك جاسر وضربها بالراحة باطراف صوابعه على قورتها. عايزة ايه يا هبلة؟ عايزة اروح ازور ماما. قرص خدها بالراحة وقال لها بابتسامة اجري يلا البسي. سقفت بسعادة وراحت بسرعة غيرت هدومها ووصلها لبيت أمها. بيت عاصم صحيت تهاني من النوم بكسل وبصت في الساعة لقيتها 12:30. بصت حواليها وقالت بضيق اوف بقى، انا لسه هنزل اروح لامه وبعدين ابقى اطلع انضف الشقة. اوف بجد،
مش لو انا كنت اتجوزت جاسر كان زماني لقيت اللي يخدمني؟ اخته عايشة في العز والهنا وانا اللي مرمية هنا. وراحت ناحية الحمام، اغتسلت وغيرت هدومها وحطت حجاب صغير على شعرها بيظهر اكتر ما بيخفي، ونزلت تحت خبطت على باب شقة حسين ابو عاصم، وفتحت مجيدة وقالت بابتسامة بشوشة اول ما شافتها: صباح الخير يا توتة، ايه الكسل ده انا جهزت الفطار من بدري واستنيتك نفطر سوا. لوت شفايفها وقالت بلطف مصطنع: معلش بقى يا خالتي، راحت عليا نومة، كنتي عايزاني في حاجة؟ ولسه مجيدة كانت هتتكلم فقاطعها صوت رنة تليفونها عشان ترد بسرعة: السلام عليكم. وعليكم السلام يا رؤى يا حبيبتي، عاملة ايه؟ بخير يا ماما الحمد لله. على العموم انا جايالك اصلا في السكة. تنوري يا حبيبتي. بقولك ايه، جاسر جنبك مش كده؟ اه يا ماما. طب قوليله بقى ان انا عازماه على الغدا النهارده ومفيش اعذار. بصت رؤى لجاسر وقالت بحزم مصطنع: ماما عازماك على الغدا النهارده وبتقولك مفيش اعذار. خد التليفون من ايديها وقال بابتسامه: السلام عليكم يا حماتي. وعليكم السلام يا حبيبي. بقولك ايه، مستنياك بقى، ما تقوليش مش فاضي زي كل مره. جاسر بود: حتى لو مش فاضي افضلك يا ست الكل، انا هجيب لكم البت رؤى واروح الشركه ساعتين 3 وابقى اجي على ميعاد الغدا باذن الله. باذن الله يا حبيبي، مستنياك ما تتاخرش. وقفلت مجيده الخط وتهاني بصت لها وقالت لها بهدوء ظاهري: هو جاسر هيجي يتغدى معانا؟ بقاله كام يوم عايز ياكل محشي ورق عنب، ورؤى عماله تزن برضو عايزه تاكل محشي من ايديا، فقلت اعزمهم على الغدا. معلش يا حبيبتي هتعبك معايا، ايدي في ايدك كده نعمل انا وانتي الغدا. اه طبعا انا اعمل والست هانم رؤى تيجي تاكل عالجاهز، ما هي الهانم واحنا الخدامين بتوعها. وبصت لمجيده وابتسمت لها ابتسامه صفرة وقامت معاها دخلوا المطبخ. وصل جاسر رؤى تحت بيت حسين وابتسم بمكر وقال: هتوحشيني يا وردة الجوري. بصيت له بخجل ووشها كله كان أحمر من الخجل، وشاف حمار وشها رغم نقابها، لكنه كان عارف إن جوريته بتتوهج من الخجل. شاور لها بصباعه عشان يأكد عليها: ما تنسيش تاخدي علاجك وانا هبقى اتصل بيكي عشان افكرك. هزت له راسها وابتسمت وخرجت من العربية وشاورت له، وهو فضل واقف لحد ما اطمن انها طلعت، وبعديها راح شركته. بعد ما وصل الشركة دخله السكرتير الخاص. بلغ مدير الحسابات ان انا عايزه. اجدي السكرتير: حاضر يا باشا. خرج السكرتير ومسك جاسر تليفونه واتصل برقم اخته: حبيبة قلب اخوكي، عاملة ايه يا بت، وحشاني. ارمين بسعادة: بخير يا حبيبي، انت عامل ايه؟ ورؤى حبيبتي عاملة ايه؟ جاسر بابتسامة: بخير يا حبيبتي، انت عاملة ايه؟ اوعي يكون ياسر مزعلك. لا ابدا والله يا جاسر، ياسر طيب وحنين. الحب الشوق بولو بيف. ارمين بغيظ: يا رخم، اقفل يا جاسر عشان الحق احضر الغدا، احسن ياسر قرب يجي من المستشفى. ماشي يا ستي، يلا سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا حبيبي. وقفل الخط وهو بيبتسم برضا. أخيرا أخته حست بالسعادة اللي بتستحقها. بعدها انتبه جاسر على صوت خبط على باب المكتب: ادخل. دخل حسين وهو بيقول: صباح الخير يا باشا. جاسر بعتاب: مش قلتلك يا عمي ما تقولش يا باشا دي تاني؟ يعني أنا مش زي عاصم ولا إيه؟ حسين بود: لا طبعا يا ابني، ربنا يعلم غلاوتك عندي قد إيه، كفاية اللي عملته عشان خاطر بنتي. ده ملف الصفقة الأخيرة، أرباح الصفقة دي تعتبر أكبر أرباح دخلت الشركة. وسعت ابتسامة هادية على شفايف جاسر وقال: عارف يا عم حسين ليه أرباح الصفقة دي من أكبر الأرباح اللي دخلت الشركة؟ حسين بصله باستفهام وقال: عشان المناقصة رسيت علينا بسعر قليل. جاسر هز راسه بالنفي وابتسم وقال لحسين: لا، عشان بنتك رؤى ودعواتها لما عرفت ان انا داخل مناقصة كبيرة بالشكل ده. كنت لما بقلق بالليل بلاقيها قاعدة على سجادة الصلاة وبتدعي ان ربنا يكبر بخاطري والمناقصة ترسى عليا. انت اديتني كنز يا عم حسين، عمري ما هقدر اوفيك حقه. ابتسم حسين بفخر من افعال بنته اللي بتبين انه احسن تربيتها. صحيح ما تنساش ام عاصم عزماك على الغدا، لو ما جيتش هتحرمنا كلنا من الاكل. وضحك حسين وجاسر وبعدها انشغلوا مع بعض في الشغل. رمى عاصم القلم من ايده بضيق وهو بيفتكر تهاني. ايه الغلط هو مش عارف. مش هي دي اللي كان بيحبها قوي؟ مش هي دي اللي قلبه انكوى لما عرف ان جاسر اذاها؟ حاسس انها مختلفة، مش راضية. مش هي دي اللي كان بيتمناها.
وسعت ابتسامة حزينة على وشه لما افتكر اليوم ده. فلاش باك فتحت عينيها في اوضتها وهي بتبص حواليها باستفهام. كانت حاسه انها ما شافتش اوضتها من وقت طويل، حست كانها كانت في دوامه وفاقت منها دلوقتي. بصت جنبها ولقت ابوها واقف جنبها. وسعت عينيها بدهشه وهي بتبص لعاصم اللي واقف جنبه. هو مش عاصم ده زميلها في الجامعه؟ طب هو ايه اللي جابه هنا؟ ثانيه واحده، امال هو فين جاسر؟ هو انا كنت بحلم اني هتجوز جاسر ولا انا اتجوزته فعلا؟ غمضت عينيها بألم وهي بتهز راسها بعنف. كانت بتحاول تركز. غمضت عينيها بألم وهي بتهز راسها بعنف. كانت بتحاول تركز. سمعت صوته الهادي بيقول انا عارف انك متلخبطه. فتحت عينيها وهي بتبصله باستفهام، وهو بص لابوها وقال معلش يا عم اسماعيل، ممكن تسيبنا لوحدنا شويه؟ حرك راسه وهو بيبص لعاصم بكسوف من اللي عمله زمان، وخرج من الاوضه وساب الباب مفتوح. قعدت تهاني على السرير وهي بتبص لعاصم باستغراب. قعد عاصم جنبها على كرسي خشب وبدأ يحكي لها القصه القديمه اللي عمله ابوها وجواز جاسر منها والاقراص اللي اداها. وسعت عينيها بفزع وحطت ايديها على راسها من الصدمه وقالت بألم مش حقيقي. بابا عمره ما يعمل كده. جاسر كان بينتقم، كان ممكن يعمل فيا زي ما حصل في اخته. طب انا ذنبي ايه؟ عاصم بهدوء واخته ذنبها ايه؟ طب على الاقل هو ما اذكيش باي شكل من الاشكال، لانك حتى مش هتفتكري اللي حصل. انما اخته اللي جالها انتكاسة بسبب اللي حصل لها وبسبب اللي والدك شارك فيه. لو والدك كان شهد بالحق كان صبري خد جزائه. ما كانش اللي يسوى واللي ما يسواش جرح في اخته لحد ما ابوه وامه ماتوا واخته فقدت الشعور بالدنيا اللي حواليها. انا مش معاه ولا ضده، انا كنت مستعد لو كان اذاكي ولا اذى اختي. بصت له باستغراب وقالت اختك؟ هز راسه وابتسم بحزن وبدأ يحكي لها اللي حصل مع رؤى اتحدته وقدرت بفضل الله تغلب شيطانه. عايزة اقولك ان هما دلوقتي روميو وجولييت، قيس وليلى، عنتر وهبلة، قصدي وعبلة. ضحكت تهاني وابتسم عاصم عشان يقول تهاني. بصت له تهاني باستفهام وقال لها تتجوزيني؟ بصي بصراحة أنا معجب بيكي من ساعة ما كنا زمايل، بس كنت مستني لما اشتغل عشان أقدر أفتح بيت، بس انتي اختفيتي. صدقيني أنا قلبت الدنيا لحد ما عرفت أوصلك. كنت بتعذب وأنا شايفك في حالتك دي. صدقيني أنا عمري ما فكرت ولا لحظة إني أسيبك. وقلتي إيه يا تهاني، موافقة؟ بصيت له بحيرة وقالت عايزني أوافق إزاي بعد اللي عرفته؟ أبويا كان السبب في أذية عيلة بحالها. طب انا هوري وشي لجاسر ازاي؟ قال بضيق انتي هتتجوزيني انا ولا هتتجوزي جاسر؟ مالك ومال جاسر؟ واخد نفس عميق وكمل وقال يا تهاني انتي مالكيش ذنب في حاجة. وقلتي ايه بقى؟ بلعت ريقها بارتباك وقالت بتوتر طب اديني مهلة افكر. هز راسه وهو بيبتسم بقلق وسابها ومشي. باك فاق من سرحانه وهو بيفتكر اليوم اللي وافقت تتجوزه. كان اسعد راجل في الدنيا، لكن سعادته كان عمرها قصير لان تهاني دايما تقارن بينه وبين جاسر وبينها وبين رؤى، عايزة تعيش في نفس المستوى اللي بتعيش فيه أخته. افتكر اليوم اللي رفض يشتغل فيه في شركة جاسر، قومت الدنيا فوق راسه، خصمته أسبوع بحاله ومع ذلك أصر على رأيه واشتغل في شركة هندسة. وكان صح لما عمل كده لأنه قدر بشطارته يكون مدير قطاع الهندسة في الشركة. باشمهندس عاصم. فاق عاصم على صوت أنثوي وهو بينادي عليه. بص لقى حلم زميلته في الشغل، دايما كان بيتعجب من اسم حلم. خير يا مدام حلم؟ حطت ملف قدامه على المكتب وقالت بتوتر دي تصميمات المول الجديدة. هز راسه بهدوء ولفت نظره بطنها المنتفخ، واضح انها في شهورها الأخيرة. قال بتلقائية ربنا يقومك بالسلامة. وسعت عينيها بخجل وهي بتبتسم بتوتر وخرجت من المكتب، لكنها خرجت بخطوات سريعة نوعا ما عشان يبصلها عاصم باستغراب. البنت دي بتخبي وراها سر. هو في العادي ما بيبصش لأي بنت، لكن المرات القليلة اللي شافها فيها كان بيشوف في عينيها حزن وأسى، كأنها شايلة جبال من الهموم فوق كتافها. اتنهد بتعب وهز راسه وبدأ يركز في شغله. مامتي يا مامتي، قالتها رؤى بمرح وهي بتقلب الصلصة على البوتاجاز. دخلت مجيدة المطبخ وهي بتضحك وبتقول عايزة ايه يا هبلة؟ رؤى بزعل طفولي ماشي يا ستي مقبولة منك،
تعالوا اقفي جنب الصلصة على ما اخد العلاج. ابتسمت مجيدة بحزن وهي بتطبطب على ظهر بنتها بحنان. روحي يا حبيبتي وارتاحي انتي وانا هكمل. انا مش عارفة تهاني طلعت وقالت هتنزل على طول واختفت. ابتسمت رؤى بطيبة. سيبيها يا ماما براحتها عشان عاصم ما يزعلش. انا 5 دقايق مش هتأخر. خرجت الدواء من شنطتها وهي متضايقة من ساعة ما عملت العملية وهي بتاخد الدواء ده لحد امتى مش عارفة. لكن اللي بيساعدها اهتمام جاسر بمواعيد دواها. كان بيصحى في عز الليل عشان يديهولها. اخدت الدواء عشان تلاقي تليفونها بيرن برقمه. فتحت الخط ولقيته بيقول بجد خدتي الدواء؟ طب قول السلام عليكم الأول حتى. وقالت بفزع مصطنع يا نهاري ده أنا نسيته خالص. سمعته وهو بيقول بحدة ده أنا هعلقك لما أجي. رؤى ببكاء مصطنع انت بتزعقلي يا جاسر. لا يا شيخة تصدقي صعبت عليا وانا قلبي رهيف ودمعتي قريبة. اخلص يا بت خدتي الدواء ولا لا؟ نفخت بضيق وقالت خدته والله خدته. هفضل اخد الدواء ده لحد ما اموت انا عارفة. الو جاسر الو. بعدت التليفون عن ودنها عشان توسع عينيها بدهشة لما لقيته قفل التليفون في وشها. ابتسمت بحنان لأنها عارفة إنه غضبان منها لأنه قال لها كتير ما تذكرش سيرة الموت قدامه. دايما كان بيقول لها إنه بيخاف إنه يبقى يتيم مرة تانية. اتنهدت بضيق من نفسها لكنها قررت إنها تصالحه لما يجي. قامت وراحت لأمها في المطبخ عشان تعمل معاها الغدا. وبعدين يا باشا هنفضل في المخروبة دي لحد إمتى؟ قالها سيد بغل وهو بيسند راسه على الحيطة بيشرب سيجارته ببطء. قريب يا سيد صدقني هنخرج قريب وهاخد روح جاسر بإيدي هجيبه راكع تحت رجلي يتمنى الموت ومش هيلاقيه. أيوة كده يا صبري باشا. أنا كمان عايز أخد حقي من بنت ما صدقت إني دخلت السجن وراحت رافعة عليا قضية خلع. مين دي يا سيد؟ ما حكيتليش عنها. دي بنت خالتي يا باشا. زغللت عينين أبوها بقرشين وكتبت عليها 2-3 وبعدين رميتها عند أمها. طب واتجوزتها من الأول ليه طالما رميتها عند أمها؟ جت ابتسامة شيطانية على شفايف سيد وقال أصلها كانت شايفالي نفسها قوي. قال إيه بقت باش مهندسة وأنا حتة حارس. جريت رجلين أبوها للكيف لحد ما بقى زي الكلب اللي بيلف على عظمته بس كتبت عليها غصب عنها. وضحك بخبث وكمل وقال 2-3 خدت اللي انا عايزه منها ورميتها زي البيت الوقف. لا منها متجوزة ولا متطلقة. وجز على اسنانه بغيظ وقال بتوعد تقوم بنت ترفع عليا انا قضية خلع ورحمة امي يا حلم ما هسيبك. واللي حصل تفتكروا ايه اللي هيحصل مع حلم لما سيد يخرج من السجن؟ ويا ترى عاصم علاقته ايه بحلم بعد كده؟ وتهاني علاقتها بعاصم ومجيدة ورؤى هتستمر بالتوتر ده ولا ايه اللي هيحصل؟ كل ده هنعرفه في الحلقات اللي جاية. انتظرونا. لو وصلتوا معانا لحد هنا ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وما تنسوش اللايك والشير وتعليق حلو منكم بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم.